السلام عليكم. واحد من المشروعات العقارية اللي حازت على اهتمام جزء كبير من المصريين في السنتين اللي فاتوا هو كومباوند جاردينيا سيتي في شرق مدينة نصر. جاردينيا كان أكبر مشروع سكني يتعمل داخل الدايرة الحمراء دي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدايرة الحمراء دي هي الطريق الدائري حول القاهرة، يعني احنا بنتكلم عن كومباوند جديد لكنه موجود داخل دايرة القاهرة القديمة. وجاردينيا سيتي تختلف عن كومباوند تاني في القاهرة الجديدة اسمه جاردينيا هايتس. ده شارع صلاح سالم طريق العروبة، وده طريق النصر، ده طريق السويس، وهنا التقاطع بين طريق السويس وطريق النصر عند سيتي سنتر الماظة. هتعدي تحت الكوبري وتكمل على طريق السويس مسافة 3.5 كيلو وتدخل من هنا وتمشي شوية وتلاقي بوابة جاردينيا سيتي. كمان ممكن توصل لكومباوند جاردينيا سيتي عن طريق بوابتين من محور الميثاق جنوب الكومباوند. ايضا محور شينزو ابي اللي بيخترق عزبة الهجانة بيوصلك لجاردينيا. يعني طريق السويس شمال كومباوند جاردينيا سيتي، شارع الميثاق وزهراء مدينة نصر جنوب جاردينيا. المنطقة العشوائية الشعبية عزبة الهجانة موجودة غرب الكومباوند، لكن جاردينيا له أسوار تفصله عن جيرانه. طبعا الفارق رهيب بين قمة التنظيم والوسع اللي في جاردينيا وقمة العشوائية والضيق اللي في عزبة الهجانة. كومباوند تاك سيتي موجود شرق جاردينيا، وبعد تاك سيتي مباشرة الطريق الدايري، وبكده هتاخد 5 دقايق من جاردينيا للتجمع الأول عن طريق كوبري سمير غانم، ومن جاردينيا لشارع عباس العقاد هتاخد 8 دقايق، ومن جاردينيا لميدان روكسي هتاخد وقت حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير قوي. فأكيد من أهم مميزات جاردينيا سيتي هو الموقع الممتاز، وكمان اتساع الشوارع وحسن تنظيمها وتوفر المساحات الخضراء. وكل العمارات بلا استثناء مكونة من دور أرضي و6 متكرر، وكل الشقق مساحتها 120 متر مربع، وكلها مكونة من 3 غرف وحمام واحد. ولكن سعر الوحدة كان يتراوح ب1,100,000 وحوالي 1,700,000، وده حسب الدور وعرض الشارع والفيو اللي بتطل عليه الشقة. الوحدات السكنية في مشروع جاردينيا عددها حوالي 19,000 شقة، وتم بيعها كلها تقريبا في أواخر سنة 2022. وأنا اتأخرت طبعا في إني أتكلم عن الكومباوند ده لأني كنت فاكر إنه كله يتبع القوات المسلحة بس، لكن اعتقادي ما كانش مظبوط. أما كومباوند الفيلات فهو عبارة عن 100 فيلا ستاندالون اللي بيطلوا على الحديقة الخضراء الكبيرة دي. هي حديقة كبيرة جدا طولها أكتر من 400 متر، وكمان يوجد 80 فيلا توين هاوس ب40 مبنى. 25 مبنى في الشمال هنا بيطلوا على حديقة طولها 220 متر، و15 مبنى في الجنوب هنا بيطلوا على حديقة أصغر. هنا المسجد الرئيسي في الكومباوند، وهنا نادي جاردينيا، ملاعب تنس، ملاعب خضراء صغيرة، مسجد النادي، حمام سباحة أولمبي، ملعب أخضر كبير طوله 100 متر بالظبط، وحمام سباحة تاني. ويوجد فندق توليب داخل الكومباوند. طول الكومباوند من جنوبه لشماله 1800 متر، فهو مساحة ضخمة، يعني يعتبر مدينة كاملة صغيرة. ولو ضربنا 19,000 وحدة سكنية في متوسط 4 أفراد فممكن يسكن في الكومباوند حوالي 76,000 نسمة. سكان الكومباوند بيشتكوا من حاجتين: أول حاجة هي الإضاءة الليلية للكومباوند إنها ضعيفة، وتاني حاجة تشطيب الحمام والسباكة وحشين. تعالوا نقرأ تعليق أحد المراجعين على خرائط جوجل اللي كتب وقال: المدينة مقبولة بشكل عام، موقعها متميز جدا بين مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة، فيها أكتر من مسجد وفيها كنيسة على فكرة، والشقق كلها 3 غرف وصالة، والعمارات بها مصاعد. تجاريا لم تنشط بعد، بها سوبر ماركت واحد تقريبا وصيدلية واحدة، لكن ينتظر أن يفتتح المركز التجاري ليفي بحجم المدينة. أيضا ليس بها سوى مدرستين، وليس بها مباني إدارية ولا مركز طبي ولا بنوك ولا منشآت حكومية، لا نقطة شرطة ولا مكتب سجل مدني ولا مطافي ولا إسعاف، رغم أن حجم المدينة يتسع لأكثر من 100,000 ساكن. أيضا المدينة بها 3 بوابات فقط رغم حاجة السكان المستمرة للخروج نظرا لغياب المصالح. المرة الجاية إن شاء الله هتكلم عن كومباوند تاني ما يكونش معظمه اتباع وتسلم زي جاردينيا سيتي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.